الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله. عركة عركة. تعالى يا عسل. المثل الصيني الشهير بيقول: لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطاد. وهو ده هدفي في القناة، ان انا اقدم محتوى مفيد يساعدك كصياد ان انت تصطاد بطريقة صحيحة، ان شاء الله تمكنك انك تصطاد احجام كويسة وكميات كويسة. ده هدفنا من القناة، وهي دي منصة يوتيوب، هي منصة تعليمية، هو ده اللي منجحها. مكملين ان شاء الله في سلسلة تعليم صيد الغلة. النهاردة فيديو انا بالنسبة لي ده اهم فيديو في صيد الغلة، فيا ريت اللي بيسمعني يركز معايا. هتكلم في اهم اساس وعنصر في صيد الغلة، اهم حاجة تعملها في صيد الغلة اللي انا هقولك عليه ده. ايه هو؟ لازم عشان تصطاد غلة صح تكون فاهم السمكة، فاهم سمكة البلط دي. اهم حاجة محتاجاها السمكة عشان تعرف تصطادها الامان. سمكة البلطي سمكة الغلة لو حست بالامان في الدور اللي انت عامله وطلعت على الدور، قرب كده يا محمد. بصوا يا جماعه مكان المرايه بتاعتي. عشان تصطاد غله صح يا جماعه لازم السمكه تطلع فوق المرايه دي، تبقى بين الحواش في اول 40 سم من الميه. لو انت نجحت في كده ان شاء الله هتاخد خير كتير. تعالى هنا يا محمد. فاهم حاجه يا جماعه في الصيد الغله الامان، ان انت تبقى قاعد السمكه تطلع لك في الدور على المرايه بامان، لان هي سمكه حراميه عندها مشكله في الخوف. يعني سمكه الغله والريمه غير يعني مثلا الخنيني والحجاري ممكن تاخده بمنتهى الهيافه، تبقى السمكه ممكن شايفها على الجرف كده وترمي لها الطعم وهي شايفاك وتاخدها. دي بولتي ودي بولتي انواع. لكن سمكه الغله والريمه، الغله بالذات عشان بتطلع لك على الشط خالص لازم يكون في امان. يا رب اعرف بس اوصل المعلومه دي عشان هي اللي مبني عليها صيد الغله. لازم السمكه تطلع تحس بالامان. لو انت قاعد ومتابع المرايه ومتابع السمكه في الميه بتلاقيها بتقرب وخايفه دايما، دماغها لفوق بتبص لبره. فانت لو واقف على الدور بتاعك والسمكه شايفاك، شكرا. لو قعدت يومين مش هتاخد سمك، ممكن تاخد تلقط واحده اتنين تلاته منين من الغرق، مش هتاخد من على المرايه سمك خالص، استحاله. وهو في الاساس ان انت هدفك تاخد السمكه من على المرايه. السمك اللي هتاخده كميات واحجام كبيره هتاخده يا جماعه من على المرايه، لان السمك الكبير بيبقى هدفه يطلع ياخد ايه؟ كميه الغله الكتير اللي مرميه على المرايه. فهو واقف قدام المرايه مستني اقرب وقت يلاقي فيه امان، انت تمشي مثلا وتلاقيه طالع سافي في المرايه دي، يطلع ياكل المرايه كلها. فانت لو انت بتصطاد والسمكه واخده امان مش شايفاك، هتلاقيها طالعه فين؟ طالعه فوق المرايه تاخد الغله دي. هنا انت لازم تعمل ايه؟ لازم تراعي نقطتين وركز معايا فيهم. قعدتك على الميه. ارجع ورا سنه كده يا محمد، قرب الدور بتاعي. لا هات الجرف، معلش قرب الجرف بتاعي. شايفين يا جماعه الدور بتاعي عامل ازاي؟ بص ثواني يا محمد، بص يا جماعه. لا تعالى هنا. ممكن صياد، ارجع ورا سنه معلش الموضوع ده مهم جدا. ممكن صياد يجي يروح جاي قاعد هنا، واضحه يا محمد انا بشرح فين؟ تمام يجي ويروح جاي واخد قعدته هنا كده تمام. ورامي قدام منه. ده مش واخد باله، لو قعد يومين مش هياخد حاجه. ارجع ورا كده وبيني. بص انا قاعد فين؟ اهو كده. انا قاعد ورا، السمكه طالعه مش شايفاني قصادها. السمكه طالعه مش شايفاني قصادها. هنا يا دوبك انا شايف الريشه من قدام خالص. السمكه تطلع تاكل وهي واخده فين؟ واخده الامان. فانت لازم تراعي اللي بقول لك عليه ده. ما ينفعش تصطاد غله وانت قاعد في وش المرايه. النقطه دي يعني اكبر غلطه ممكن تعملها في صيد الغله. ما ينفعش تقعد قصاد الدور. السمكه تطلع تلاقيها
قاعد في وشها، عمرها ما هتقف لك تحت رجلك. فانت لازم تراعي وانت بتصطاد. مثلا لو انت قاعد في جرف عالي شبه اللي انا قاعد عليه ده، هتروح جاي سايب من 80 لمتر، تمام؟ تسيب متر كده وتقعد ورا، ترجع بقى عدتك ورا متر، بحيث تبقى انت قاعد يا دوبك لامح ايه عشان تشوف المرايه، تروح جاي انت مقدم لقدام. اصل تعالى يا محمد، تبقى انت قاعد عشان تشوف المرايه بتاعتك، لازم تروح جاي ايه طالع لقدام عشان تشوف. الموضوع ده مهم والله. تمام؟ لو انت الدور بتاعك قريب من الميه، يبقى تعمل ايه هنا في الحاله دي؟ تقعد بالجنب، ما تقعدش في وش الدور. يعني انا مثلا بص كده يا محمد، انا الدور بتاعي اهو ده كده في وشه. لو انا الدور بتاعي قريب من الميه على طول، مش هقعد هنا، هروح جاي قاعد هنا. هقعد فين؟ هقعد من جنب الدور، بحيث السمكه لما تيجي تطلع على المرايه مفيش حاجه قصادها، هتروح جاي واقفه لك على المرايه. هنا ربنا هيكرمك احلى كرم. ده الصح يا جماعه، ودي اهم نقطه يا رب اكون قدرت اوصلها، عشان دي اللي بتفرق في الصيد. اهم حاجه في صيد الغله السمكه تحط تطلع حاسه بالامان، ما تفزعش منك، لان هي سمكه عندها وسواس. سمكه جبانه وحريصه لوصل ابعد الحدود. بقالي اكتر من 25 سنه بصطاد. اصعب سمكه بصطادها سواء مالح او ميه حلوه هي السمكه دي. اصعب من البوري اللي بيقولوا حساس ومش حساس. اصعب سمكه ممكن تصطادها سمكه الغله دي، لان هي سمكه جبانه، سمكه عندها سبحان الله، تحس ان هي عندها مريض عندها وسواس خوف. طب لو اتنين يا استاذ ايمن قاعدين، ايه ينفع يقعدوا الاتنين مره واحده على الدور، ولا لازم يبقى فرد واحد بس اللي على الدور؟ لا الصح هو واحد. اتنين هتخيل اكتر، فالدور يقعد عليه واحد، الا في حاله بقى نادره لو الدور بس. لا هو الدور واحد يا جماعه. اتنين هيخيلوا السمكه في الدور، مش هتحضر تحت رجلك. هتبقى انت قاعد عشان تاخد سمكه صح، عمرك ما هتاخدها من على المرايه. لو انت قاعد في وش الدور عمرك ما هتاخد سمكه كبيره من على المرايه، هتاخدها على عيار طويل من غرق. عشان كده تلاقي الصيادين بيعمل حواش من على اليمين بورد النيل، وحواش من على الشمال بورد النيل، عشان السمكه تطلع واخده الامان فين؟ تقف تحت الحواش، وهنا واخده الامان. بس هياخد السمكه على ايه؟ هياخدها على عيار طويل، مش هياخدها على عيار قصير، برضه شغال غلط. عشان تصطاد يا جماعه غله صح وربنا يكرمك بسمك صح، لازم تاخد الغله على عيار قصير 50 60 سم، تاخدها من على المرايه، بتبقى طالع السمك الكبير كله مستهدف الغله الكتيره اللي مرميه على المرايه. فانت لازم السمكه تحس بالامان. وتاني حاجه ارمي زفر، ارمي غله. بص في ناس بترمي شوله والله العظيم في دور الغله دي. كل ما ترمي غله كل ما السمك هيحضر معاك بكميات اكتر. الناس اللي بتطلع تقول السمك بياكل الغله والسمك بتخلص وجوعه وصوامه، الكلام ده كله غلط. ارمي غله زي ما انت عايز في الدور، بس راعي الحته اللي انا بتكلم فيها الامان دي. وان شاء الله مكملين في طلعه النهارده، لو ربنا رزقنا بحاجه هصورها لكم في اخر الفيديو. النهارده ان شاء الله 26/5 ودعواتكم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، بسم الله. عركه تعالى يا عسل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن. غله يا رجال، بكاليز الغله متعه، اقسم بالله متعه، ما في احلى من صيد الغله. ما شاء الله، الغله وحلويات الغله، ما شاء الله تبارك الرحمن. تعلم غله صح، احلى قعده واحلى سمك واحلى متعه في الدنيا. ما شاء الله ما شاء الله، اول سمك ان شاء الله خير. ما شاء الله يا جماعه.